فمسرحية أنتيغون ديال جون أنوي ما كاينش شي حاجة سميتها الصدفة. من اللحظة الأولى الكاتب كيقول لنا باللي حنا على وشك نشوفوا واحد الآلة ديال المأساة خدامة بواحد الدقة اللي ما كتغلطش. فهاد الشرح غادي نكتشفوا كيفاش كل شخصية وكل كلمة تصممات باش توصلنا لنهاية واحدة محتملة. المسرحية بتبدأ بواحد إعلان صريح. المقدمة ما بتقدمش لنا شخصيات، لا، بتقدم لنا ممثلين هيلعبوا لنا قصة أنتيغون. وهذه مش مجرد لمسة مسرحية، هذه فكرة فلسفية. يعني أنوي من الأول بيقول لنا باللي الإرادة الحرة مجرد وهم، وإن هاد الناس مقيدين بالأدوار اللي مكتوبة عليهم. إذا شكون هما هاد اللاعبين اللي محكوم عليهم بالقدر؟ المقدمة كتعرفنا عليهم ماشي كأشخاص ولكن كأنماط، كل واحد فيهم هاز معاه البذرة ديال النهاية ديالو. يلا نضربوا طلع على الأدوار اللي تفرضت عليهم. في قلب هالمأساة كاينة أنتيغون، هي ماشي غير بطلة، هي المحرك ديال هاد القدر كامل. المقدمة كتقدمها كشخصية مكتوب عليها تتحدى العالم وتوقف بوحدها. النص كيوصفها بالفتاة الصغيرة النحيلة اللي من دابا كتفكر في الموت ديالها. هادشي ماشي غير إحساس، لا، هذا يقين. هي ماشي غدا لمصيرها وعينيها مغمضين، بالعكس هي عايشة كل لحظة وهي عارفة مزيان النهاية المأساوية اللي كتستناها، وهذا الوعي هو اللي كيعطي الأفعال ديالها واحد الثقل كبير بزاف. وعلى عكس أنتيغون تماما كاين خدها اسمين. المقدمة بتقدمها كبنت زوينة وفرحانة، بتمثل كل شي داكشي لأنتيغون ماشي هو، حب الحياة وتقبل الواقع والرغبة في السعادة البسيطة. وهناك كنشوفوها مع هيمون، وهذا شي كيخلق واحد المثلث عاطفي معقد. وهنا فين كاينه المفارقة المأساوية. هيمون هو الخطيب ديال أنتيغون، ولكن كاين جاذب بشكل طبيعي لإسمين اللي كتمثل الحياة اللي عمر أنتيغون ما غادي تعيشها. هذا الرابط اللي بين هيمون وإسمين ماشي غير تفصيل رومانسي، ولكن جزء من الآلية اللي كتضمن أن أنتيغون تبقى معزولة وتدفعها لمصيرها. القوة اللي ضد أنتيغون ماشي هي الشر، ولكن هي الواجب مجسد في شخصية كريون. بصفته الملك ما بقاش راجل عنده رغبات شخصية ولا مجرد رمز للقانون والنظام. المقدمة كتوصفه على أنه راجل قوي تخلى على الشغف ديالو بالفن باش يلعب اللعبة الصعبة ديال قيادة الرجال. كريون كيمثل المنطق العملي ديال الدولة، النظام اللي خاصه يتحافظ عليه بأي ثمن. وهذا الالتزام الصارم بالواجب هو اللي غادي يخليه بلا ما يقصد يولي هو الجلاد ديال بنت خوه. المسرحية ما كتوقفش عند اللاعبين الرئيسيين، حتى الشخصيات الثانوية هما غير تروس في هذه الماكينة. مرته أوريديس كتخيط بصمت حتى يوصل الدور ديالها باش تموت، والرسول موجود غير باش يوصل الأخبار الخايبة. وحتى الحراس بلا مبالاة ديالهم وهما كيلعبوا الكارطة كيمثلوا العالم الخارجي اللي كيبقى غادي وممسوقش للمأساة. كلهم بيادق فوق رقعة الشطرنج كيتسناو غير وقتاش يتحركوا. الشرارة ديال المأساة كتشعل مع أول ضوء ديال الفجر. أنتيجون كترجع من بعد ما تحدات المرسوم ديال كريون نيشان ودفنات خوها بولينيس. هادشي ماشي غير عصيان، هادي بحال إعلان حرب بين قانون الآلهة وقانون البشر. إسمين اللي كتمثل صوت العقل والخوف كتحاول ترجعها على قرارها، ولكن أنتيغون كتجاوبها بالمنطق البارد ديال المأساة. كل واحد والدور ديالو. بالنسبة ليها كريون ماشي شرير، هو غير كيلعب الدور ديالو في أنه يقتلها تماما كيف ما هي كتلعب الدور ديالها في أنها تدفن خوها. صافي ما بقاش مجال للاختيار، كاين غير تنفيذ الأدوار. هنا كيتجسد الصراع الفلسفي ديال المسرحية. إيزمين كتختار تفهم وتكون منطقية باش تبقى عايشة، أما أنتيغون كترفض هاد نوع الفهم، كتشوفه مجرد تنازل. هذا صراع أبدي بين براغماتية العيش ومطلق المبادئ. هذه المقولة هي المفتاح ديال شخصية أنتيغون. هي كترفض تفهم المنطق ديال الكبار اللي كيبان ليها مرادف للتنازل والجبن. بالنسبة لأنتيغون محاولة الفهم كتعني تقبل واحد العالم اللي ماشي عادل، وهذا الشيء اللي كترفضه رفض قاطع، رفض مطلق لأي حل وسط. من بعد ما خدات قرارها اللي ما عندوش رجعة، أنتيغون كتبدا المهمة المؤلمة ديال تقطيع الروابط ديالها مع الحياة. خاصة تودع كل شيء، داكشي اللي كان ممكن يكون، وأولهم الخطيب ديالها هيمون. في هذا المشهد المؤثر كنشوفوا لواحد اللحظة شنو مخبية أنتيغون تحت القناع ديال الإصرار ديالها. كتعترف لهيمون بالحب ديالها الحقيقي والحلم ديالها في أنها تكون مرته وأم ولاده. هذه اللمحة ديال الإنسانية ديالها هي اللي كتخلي التضحية ديالها أكثر مأساوية، ولكن ما تقدرش تخلي هاد السعادة تضاعفها. داكشي علاش وبواحد القسوة متعمدة كتعطيه الضربة القاضية وكتنهي الخطوبة ديالهم. خاصها تباعدوا عليها، حيت أي أمل في السعادة غادي يخلي مواجهة الموت مستحيلة. كتقطع آخر خيط كيربطها بالحياة. بالكلمات ديالها
انتهى الأمر بالنسبة لهيمون. أنتيغون كتسد الباب بيديها على أي مستقبل كان ممكن. صافي، كملت الاستعدادات ديالها ودابا الآلة المساوية واجدة باش تبدأ. دابا من بعد ما طارت الافعال اللي ما كاينش منها رجوع، كتجي الجوقه باش تشرح لنا الميكانيك ديال القدر، كتكشف لنا على الطبيعه ديال هذه الاله الدقيقه والمخيفه اللي كلشي طاح في الفخ ديالها. الجوقة كتشبه الماسات بواحد الرسول اللي تزير مزيان. بمجرد ما أنتيغون دارت الفعلة ديالها، داك الرسول طلق، ومن هذه النقطة الأحداث كتبدا توقع بوحدها بواحد القوة ميكانيكية اللي حتى واحد ما يقدر يوقفها، ما بقاش كاين مجال للصدفة أو الاختيار. هنا أنوي كيعطينا واحد التعريف صادم للمأساة. هي ماشي غير قصة حزينة، لا، هي مريحة، حيث كتحيد الأمل القدر، هي اليقين المطلق بأنك محاصر بحال شي فار في مصيدة، وهذه الراحة كتجي من غياب أي إمكانية للهروب، وهو مفهوم مرعب وقوي في نفس الوقت. الجوقة كتفرق بين الدراما والمأساة. فالدراما كنكافحوا حيت عندنا أمل نخرجوا، أما في المأساة الشخصيات هادئة، وهذا الهدوء ماشي جاي من الاستسلام ولكن من اليقين المطلق. هم عارفين النهاية، وهذا الشيء كيعطيهم واحد النوع ديال السكينة غريبة قدام الموت. وهكا من خلال الإطار المسرحي ديالها والتعريف ديالها للمأساة، مسرحية أنوي كطرح السؤال جوهري: واش حنا أحرار كنديروا الاختيارات ديالنا، ولا حنا غير ممثلين كنلعبوا أدوار في قصة ديجا مكتوبة؟ هذا سؤال الصدى ديالو كيبقى يتردد حتى من بعد ما كيطيح الستار، وكيخلي أنوي لينا باش نفكروا فيه.